السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تكذيب علني لكلاب سرايا نادي الاحتواء. أهلا بحضراتكم في القضية. ممكن يا ريت ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي في التعليقات وتدعم أخوك باللايك والشير، وإذا كنت بتشوفنا لأول مرة لازم تشترك في القناة وتفعل جرس الكل عشان تشوف كل جديد. كان في فيلم للأستاذ الفنان العظيم عبد الله غيث اسمه أدهم الشرقاوي. كان في مقولة ليه مشهورة دايما بيقولها للخاين اللي بيخون بلده وخدام الست هانم اللي هي بنت الباشا. كان كل ما يقابله ما يندهلوش باسمه، كان بيقول له حفظكم الله وأعزكم كلب السرايا، لأنه كان خدام للجنيه من سته. كذلك في بعض الإعلاميين أنا بشبههم بكلب السرايا، لأن هم ما عندهمش بربع جنيه ضمير وخدامين للجنيه. هنقول على بعضهم مثلا وليس حصرا، لأنهم للأسف دلوقتي بقوا كتير قوي في العصر اللي احنا موجودين فيه. اولهم واحد هلفوت بتاع توت توت، طلع بعد فوز الزمالك على الترجي وحسسنا ان فوز الزمالك على الترجي حل الازمه الاقتصاديه للبلد. قال لك ان 80% من عمال مصر في المؤسسات والشركات والاعمال الحره راحت شغلها النهارده تشتغل بكل جد وسعاده وفرحه. ده كله ليه؟ عشان فوز الزمالك على الترجي يا جماعه. و80% يعني 80% من شعب مصر زملكاوي. شوف الكذب والضلال. اما بقى التاني اللي هو اسمه خالد صلعت، خالد صلعت اللي كل ما يجي يعمل ترند وبتاع ويقل ادبه يطلع يتاسف، كل شويه يعمل ترند كذب وتضليل ويطلع يتاسف. اللي كل شغله في الحياه انه يعمل احصائيات لزيزو ويقارن بين زيزو وبين مدافع. اللي جاب مدافع للاعب خط وسط مهاجم. المهم اخر كلام الكذب والتدليس لخالد صلعت هو ان الاهلي رفض يلعب في البطوله العربيه لانه طلب يلعب في الادوار النهائيه، لكن الاتحاد العربي رفض. ولما كل محاولات الاهلي بقت بالفشل الاهلي انسحب من البطوله. وهنيجي لتكذيب الكلام ده في الاخر، بس خليكم معانا. تالت واحد من كلاب السرايا اللي هو رئيس منظومه، المفروض ان هو رئيس منظومه اعلاميه كبيره في نادي معروف، وصل كذبه الا ان الاتحاد العربي ما طلبش اصلا النادي الاهلي. ليه يا جماعه؟ لان النادي الاهلي الثالث في الدوري والبطوله دي للكبار فقط. شوف قله الادب، مع انه هو عارف ان البطوله اللي هم خدوها بايه. يعني الاحتواء اللي شغال بقاله سنتين والاهلي طلع الثالث لانه لعب بالاشبال في اخر 4-5 مباريات عشان يريح لاعيبته. ثم ان الاتحاد العربي، وهنبينه دلوقتي في الحلقه، كان بيتمنى اشراك الاهلي تحت اي ظرف من الظروف. ولو كان عايز الاهلي يلعب وياخد مميزات ماديه عن اي فريق كان الاتحاد العربي هيوافق. لكن نقول ايه؟ دي ناس لازم بتتهزق كل 3 ايام و4 ساعات. ادمنت الاهانه لان رئيسهم وسيدهم وتجرسهم معودهم على الاهانه. يقوم ربك بقى يظهر جواب الاتحاد العربي اللي مبعوت للاتحاد المصري من يوم 1/3/2023. شوفوا الجواب موجود هناك من يوم 1، والاتحاد المصري ما اتكلمش كلمه. الجواب برقم صادر 1235. بيقول ايه الجواب؟ يسر اللجنه المنظمه لكأس الملك سلمان للانديه دعوه النادي الاهلي المصري، يعني ساب كل الدنيا وبيطلب النادي الاهلي المصري للمشاركه في نهائيات البطوله التي ستقام في المملكه السعوديه. النهائيات مش الادوار التمهيديه يا صلعت اللي هي رايح جاي، خلال الفتره ما بين 20/7 و5/8، يعني 15 يوم. لكن البطوله نفسها اكتر من 15 يوم. يا كدابين يا مضللين. 2023 بحسب النظام المرفق الخ الخ الخ، آملين التكرم بالاطلاع وموافاتنا بالموافقه على مشاركه النادي. شوف الاهتمام. ممكن انا افهم كهشام ان ناس مريضه مثلا تعمل الكلام ده، لكن تيجي قناه البليله تاخد الكلام ده وتستشهد بيه. هو ده السقوط والانحراف فعلا. وكلامنا ده مش للاهلاويه، لان اصغر اهلاوي عارف ان مسؤولي الاهلي ما عندهمش الكذب. لكن الكلام ده لبعض المرضى من الجمهور المنافس اللي ما عندهمش حجه لاي شيء، فيطلعوا يشتموا ويقلوا ادبهم. هو ده اللي بيقدروا عليه. واذا عجبتك الحلقه يا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.